المروك ما عندهم والو، بوسبير ما كاين حتى يعني، وراه يقول لك اللهم كثر راه يقول لك اللهم كثر عسادنا. طبعا تحيه للجيش الوطني الشعبي اللي ايضا الله يبارك والحمد لله عندنا جيش من اقوى الجيوش في المنطقه. الاس 400 كاينه، الاس 500 كاينه، الاس 600 كاينه، اسكندر كاين، الدبابات اخر صيحه. جيش واثق من نفسه، جيش الجندي يتقاضى فيه راتب محترم. هذا الجندي البسيط، ما بالك بالضباط كبار، المعنويات مرتفعه، التدريبات تكاد لا تتوقف، المناورات راكم تشوفوا الله يبارك. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الجزائر. نفتخر بتاريخنا، نفتخر بواقعنا، واثقون جدا من مستقبلنا، نفتخر بهذه الأرض الواسعة الشاسعة، نفتخر بكل شيء. افتخر وارفع راسك أنت جزائري. مازال ما وصلناش إلى المستوى تاع اللي بعيد الشر الله لا يوصلنا ليه، أنك تبعث بنتك في الفنادق وتعتمد على السياحة. اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. والحمد لله في رمضان هذا الجزائر دشنت، فتحت ثالث أكبر جامع في العالم. يعني عندك المسجد الأول وأكبر جامع في العالم تاع مكة، وبعده مباشرة تاع المدينة المنورة المسجد النبوي، ومن بعد عندك مسجد الجزائر وجامع الجزائر. يعني فقط قاعة الصلاة تسع إلى 120 ألف مصلي، مع أطول مئذنة في العالم وأطول منارة في العالم عاملة، يعني فيها تقريبا 270 متر. هذه هي بلادك، هذه هي الجزائر. افتخر والله، حق لك أن تفتخر. نعم كاين، يعني كراني حكيت كيما هكذا، نعم ربما موجود بعض النقص هنا وهناك، ولكن إن شاء الله هذا النقائص أكيد راح تداركها البلاد.